الخير، يا مساء الورد حبايبي. قلت طالما اليوم الخميس قلت خل اقول لكم قصة لطيفة ظريفة. احداث القصة تتكلم عن وحدة ابوها من الوجهاء والاثرياء يعني، وكانت شغلته مفتي حق اللواء العثماني في حمص. القصة حدثت في سوريا. المهم طبعا هاي في قديم الزمان طبعا، زين بس وايد جميلة القصة. يوم من الأيام واحد من الولاة العثمانيين تقدم لخطبة بنت هذا المفتي، وطبعا تزوجوا، وكانت هي وحيدة أبوها وهو أيضا كان وحيد أبوه. تمر الأيام ويموت أبو البنت وتارثه طبعا، وكذلك يموت أبو الولد ويارثه، وتمر الأيام ويموت الزوج، والزوجة تارثة تماما لأن ما عندهم أولاد. فهي هني بالتالي ورثت الحلال كله، وكان الحلال عبارة عن أراضي وقطاعات وزين. عاشت مسكينة وحيدة يعني. بس بعدين صار في التأميم هذا في حمص، وقاموا ياخذون الأراضي من الإقطاعيين، فوايد خسرت من القطاعات اللي عندها، القطاعات باقي لها بس أراضي. فمسكينة شو قامت تسوي؟ كل ما تبي يصير عندها شيء يعني، سكنت بشقة بروحها لأنه ما عندها أحد بروحها، وقامت كل ما تبي شيء تبيع من هالأراضي ويعني تعيش على هذا. تمر الأيام والسنين، طبعا حست بوحدة بروحها عايشة وما عندها لا تلد ولا ولد، فقررت ان هي تقوم تتكفل برعاية واحدة من اليتيمات يعني، خلتها اليتيمة تعيش عندها، انها تونسها وتآنسها وتدير بالها عليها. طبعا القصة اللي الحين قاعدة تحدث ايضا من الناس اللي رووا اجزاء من القصة، كانت المرأة هذه تصرف عليهم ما تقصر يعني، هي وايد كريمة المرأة هذه، ويسمونها حنون هانم، اسمها شي حنون هانم. كبرت حنون هانم، دشت بالتسعينات، بس لا زالت تروح عندها بشقتها، تنزل البقال وتشتري اغراض بيتها وهذا. فيوم من الايام طلبت اغراض بيتها، قامت صار صعب عليها، قال لها صاحب المحل انا اصعد لك الاغراض لفوق. حلو صعد لها الاغراض بشقتها، وهو طبعا لعب ابليس بمخه، قال ليش ما اذبحها وابوق الحلال اللي عندها. وقام مسكينة زنطها من السلسال ذهب يما بسم الله عليه اللي هي لابسته، وخنقها فيه وذبحها وماتت. دور يمين يسار ما لقى شيء يعني يسوى، لان هي قلت ما لقى ذاك المال الكثير يعني. اوكي طبعا اكيد بتسالوني زين وين اللي كفلتها؟ كانت اللي كفلتها مسافره اراضي ثانيه موصيتها هذه العيوز انه ما تشوف لها عن الاموال وهذا، فبهالفتره كانت مو موجوده البنت اساس بس تتضح الرؤيه. انحاش هذا بعد الشيء البسيط اللي باقى، واليران يفتقدون يارتهم، صار لهم كم يوم ما يسمعون لها حس ما هذا. قاموا طقوا الباب اللي يشوفونها حطتكم طبعا عمرها ميتة مشنوقة على الأرض وعليها. ومع التحقيقات وهذا تبين من هو القاتل، وفعلا تم القبض على هذا صاحب المحل اللي باقها. طبعا اعترف يعني انه هو، لكن خصص له واحد من المحامين قوية بالمحاماة، شياطين يسمون المحامين الشياطين، اللي لعب بالقضية ووفر تقرير طبي يثبت ان هذا صاحب المحل مريض عقليا فلا يدرك تصرفاته، فعلشان كذي اطلقوا صراحة انه يعني يعتبر مجنون، فالمجنون ليس عليه يعني عتب، فاطلقوا صراحة. القصة ما انتهت يا جماعة. نرجع حق اليتيمة اللي كفلتها حنون هانم. البنية هذه كبرت وعرفت القصة اللي صارت، وعرفت أحداث تماما القصة اللي صارت حق المدام حنون اللي كفلتها، فما رضت تسكت على الموضوع، وراحت وفتحت القضية مرة ثانية للتداول عند القاضي. افتح طبعا المجرم كان مطمن خلاص عاش حياته، ما كان يتوقع ان القضية تنفتح مرة ثانية. المهم ان انفتحت القضية كانت اليتيمة هذه شاطرة ان هي قالت ان لابد
طالما انه هو مجرم فهو خطر على المجتمع. لما حطوه بمستشفى الميانين استقبلوه طبعا الميانين، قالوا له خير ليش حاطينك ويانا؟ قصتي يعني تدرون، قال لهم القصة اني انا ذبحت واحدة عيوز وكنت ابي ابوقها وما قدرت ابوقها والكلام هذا كله، وبعدين فضلت اني انا ادخل عندكم ولا يودوني يعاقبوني صراحة. قال هذه قصتك. المهم اتجمعوا الميانين مع بعضهم البعض وقرروا انهم يحاكمونه. تخيلوا، خذوا ملابس سووه وشنقوه، صرخ، مات وهو يصرخ، ما حد يعرف. ثاني يوم لما يو الحراس مو في الممرضين يبون الاكل وهذا حق القرف، يو يبون لهم الاكل يشوفون هذا مشنوق. شلون؟ ليش؟ شنو صار؟ كانوا يقولون للميانين القصه صراحه يعني هو اذنب واحنا قررنا ان احنا نحاكمه بطريقه. المهم كلموا في الحراس، كلموا المناوب اللي المفتش، قالوا انت شلون ما انتبهت؟ شلون ما سمعت؟ شي يقول صراحه ما سمعت، يعني ضاع صوته مع صياحهم وصراخهم المعتاد. سبحان الله، يا للقصاص العادل من حيث لم يحتسب، ما يدري من غير لا يدري. رب العالمين رؤوف وعادل. شوفوا مرت سنين، يلا اليتيمة كبرت، بس بين فيها المعروف اللي سوت لها يا مدام حنون هانم، وقررت انها تفتح القضية. طبعا قالت القصة بالعلن والناس كلها سبحان الله يعني انبهرت من عظمة رب العالمين. سبحان الله، لا اله الا الله، ان الواحد ياخذ حقه حتى لو بعد حين. فدائما يقول لك قل للقاتل نبئ القاتل انه سيقتل، خاصة اللي يقتل بطريقة العمد، خاصة اللي يقتل عمدا، يعني اللي يتعمد القتل فلازم يصير له هذا الشيء. فبشر القاتل بالقتل. قصة اليوم انتهت، اتمنى تكون عجبتكم ونالت على رضاكم. قصة لطيفة خفيفة فيها وايد عبر وحكمة من رب العالمين، ان الله موجود، الله يشوف، الله يمهل ولا يهمل. حبايبي يومكم جميل ومع السلامة.